بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة بقى هنروح مع بعض كده في جولة وفي رحلة مفيش احسن من كده. الريف، الارض، الزرع، زي ما كل واحد بيحب يسميها. انا بموت في حاجة اسمها الزرع. بحب جدا الغيطان والاراضي، بحس براحة نفسية فيها ما تتوصفش، خصوصا لما يكون معاك حد بتحبه. اقول لكم كمان، حتى لو لوحدكم بتبقى حاجة كده، راحة نفسية، اللي هو سبحان الله. تتأمل الزرع وتبقى فرحان بيه، وتبقى بعيد عن الدوشة والزعيق وأصوات العربيات والخناقات. تستنشق هوا نظيف، هوا كله أكسجين، هوا ريحته ريحة زرع، ريحته ريحة خير. بصوا، خبيث كمان على وشنا. كان في حد بيخبز، واحدة حبيبتنا ردتنا رغيفين عيش. بص الكرنبية دي هي لسه صغننة شوية، نسيلها بقى لما تكبر ان شاء الله نبقى نقطفها مع بعض. تعالوا بقى نقطف شوية كده زرع حلوين كده عشان ناخدهم على الفطار. بصوا هنا مرات عمي ربنا يبارك لها قطفت لنا شوية جرجير، نحطه كده معانا في المشنة الجميلة بتاعتنا. ايه رأيكم في المشنة دي؟ انا جبتها لان فكرتني بستي الله يرحمها، فجبتها على طول. حسيت ان انا عايزة مشنة. هنا بقى الفول الحراتي. انا لسه بقول لعمي كان في فول حراتي، انا اول ما يطرح هاجي. قال لي طب تعالي بس، تعالي كده بصي اهو طارح الناحيه التانية. قعدنا بقى نبص كده لحد ما نشوف، كل ما نلاقي قرنين فول حراتي كده حلوين ملظلظين كبروا كده بسم الله ما شاء الله، قطفينهم على طول. وهنا عمي ربنا يبارك في عمره يا رب برضه معانا. بصوا بصوا، هو بيوريني العود بيقول لي اقطفيه انتي بس انا قلت له اقطفه انت يا عمي. يلا كده قرن الفلفل، قصدي الفول اتملى بركه من ايد عمي. يلا نقطف كلنا كده. ومرات عمي برضو ربنا يبارك في عمرها، هي كانت بتجمع لنا. يلا عشان نروح نفطر بقى. خدنا شوية جرجير حلوين وشوية فول، بس احنا هنكتر من الفول بس شوية. انتوا عارفين الفول الحراتي ده محدش يقوله لأ، ده حاجة كده عظمة، يعني سبحان الله على الطعم الجميل اللي بيبقى فيه وطراوته وحلاوته كمان لما تقطعوه كده من الغيط. يعني انا عايزة اقول لكم ايه، احنا كلناه من غير ما نفصصه. بصوا هنا، يعني انا من كتر ما انا مبسوطه ومش مركزه مع الكاميرا ايدي بقت تيجي على الكاميرا. قطعنا بقى ما شاء الله، يعني اللهم بارك، شويه حلوين كده من الفول، هنقعد نقزقز فيهم. اهي بصوا برضو، خير يا ولاد، والله خير خير سبحان الله. ربنا يجعل ايامنا كلها عامره بالخير يا رب، وكل عام وانتم بخير جميعا بمناسبه شهر رمضان. ما شاء الله ما شاء الله. احنا شكلنا جمعنا كتير، انا مش فاكره كل ده ايوه الخس بقى، الخس الجميل بقى، الخس اللي صورنا بيه وعملنا بيه السندوتشات، فاكرينه؟ هو الخس ده. بسم الله ما شاء الله، المشنة اتمرت خس. والبصل، بصوا البصل برضو باين اهو تحت الخس. بصوا كل ما اجيب الخس كده المشنة تقع، اجيبه كده المشنة تقع، بقى مغلبني. في الاخر شلت العيش. حد يقول لي بقى انت حاطه الخضار فوق العيش والتراب؟ لا يا جماعه، بصوا ده عارفين زرع طبيعي، ما فيهوش بقى كيماويات ولا رش ولا حاجات من دي. فاحنا يعني تاكليه كده طازه من غير حتى ما تغسليه. احنا شلنا بس العيش عشان ما يقعش مننا. شويه بصل بقى بسم الله ما شاء الله كده، حاجه اخر حلاوه من الارض. لكل اللي بيحب البصل، اللي بيحبوش خلاص، بس انا بحب البصل خصوصا في الفطار. اه بعديه كده كده كوبايه شاي وممكن لبانه، وهتلاقي خلاص مفيش ريحه لبقنا خالص. نقطف بقى شويه شبت كده وكزبره، خضار جميل. بصوا برضو ايدي جت على الكاميرا تاني، انا بشوف الخضار واقطف فيه في الارض وما اسهى خالص على الكاميرا اللي معايا. ماشي ها. بصوا برضو، بصوا بصوا لون الخضار اصلا عامل ازاي، تحس انك عايز تاكليه على طول، يعني مش حتى تغسليه، لا انا عايزين نقطف وناكل. احنا فعلا كنا بنعمل كده، بنقطف وناكل.
أو يعني معلهوش تراب ولا عليه أي حاجة، هو سبحان الله وطري كده ومندي لسه طالع من الأرض، تحسوه اللي هو بقى ولا من إيد لإيد ولا اتنقل ولا تعب ولا دبل، لا ده هو بتاكله كده فيه طراوة سبحان الله وحلاوة. اللهم بارك. تعالوا بقى كده معانا نشوف المشنة الجميلة بتاعتنا، مشنة الخير والهنا، مشنة الخير والهنا اهي. بصوا بسم الله ما شاء الله ما شاء الله لا قوة الا بالله. يعني شوية طماطم على كده كام طماطم على شوية بصل على كام خصاية على شوية بصل شوية فلفل حراتي كام قرن فلفل كده طازة حلوين، يعني فلفل رومي يعني فلفل حراق مشطشط جميل، ومعانا كام خيارة، الفلفلاية طلعت بكام على شوية بقى الخضرة بتاعتنا الجميلة، الشبت والكزبرة بتوعنا، حاجة كده بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، عساويل منتهى الجمال. تعالوا بقى نشوف المنظر الرائع بتاعنا ده، المنظر يعني مش عارفة أقول إيه، يعني هسيبكم انتوا تبصوا. سبحان الخالق العظيم، يعني سبحان الله الخالق. بصوا كده معايا العظيم، تأملوا المنظر، يعني المنظر رائع، حاجة في منتهى الجمال والخيال ما شاء الله. لو وصلتوا معانا لحد الوقت ده يا ريت بقى لو وصلتوا معانا بقى لحد اللحظة دي تعملوا معانا اشتراك في القناة بالمنظر عشان يوصل معاكم كل فيديوهاتنا. سلام يا حبايبي.